بيتي المؤسسة العربية الحديثة اللي أنا بدأت حياتي فيها. إن إحنا بنتكلم على أستاذي دكتور أحمد. صعب إن الواحد يلاقي طبعا أشكركم كلكم على الحضور، شرفتوني كلكم. صعب إن الواحد يلاقي حاجة يضيفها بعد كل الناس اللي اتكلمت، بس هقول لكم موقف. أول مرة قابلت الدكتور أحمد إن هي كانت لحظة مميزة في حياتي. كانت سنة 2000 لما اتعملت مسابقة سلة الروايات زي ما الدكتور محمد قال. قدمت فيها ونشرت أول رواية، والدكتور أحمد قراها، كانت رواية 300 دقيقة. وفوجئت بيه إن هو اللي بيتصل بيا وفرحان جدا بالرواية وعجبته جدا، وقال لي إن هو عايز، هو اللي طلب يقابلني. ورحت قابلته في المؤسسة العربية الحديثة لأول مرة، كاتبي المفضل أنا هو اللي طلب يقابلني، ورحت أقابله واداني النصيحة اللي غيرت حياتي كبني آدم وكمؤلف وكإنسان. قال لي: تامر، احلق شنب الصراصير اللي متصور بيه ده عشان الصورة شكلها وحش قوي. فدي نصيحة أحب أقولها للأجيال الجاية كلها. بس دي كانت لحظة بداية الصداقة طول السنين الطويلة اللي بعد كده مع أستاذي. وديت صداقة نادرة جدا، إنك أنت يبقى أستاذك قريب منك، بتخرجوا مع بعض، بتسهروا مع بعض، بتحكوا، ذوقنا واحد في كل حاجة، في الأفلام، في الكتب، حتى في الأشخاص اللي احنا بنحبهم. عارف ان كل الناس اللي هنا معتبره ان الدكتور احمد استاذ كاتب مفضل ليهم، لكن انا بالنسبه لي هيفضل للابد لحد ما ربنا يجمعني بيه تاني صديقي العزيز، حقيقي مفتقده كل يوم. ويا رب يا رب يقدرني اسام على قد ما اقدر اعرف الناس الراجل ده قد ايه كان عظيم، وقد ايه احنا بنحبه، وان هو كان يستحق الحب ده.